بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد صل عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله عز وجل نسأل الله أن يجعل هذا الجمع بفضله مرحوما، والتفرق من بعده معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا أو مطرودا أو معذبا في النار مكلوما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قولوا آمين. وصلنا في قصص الأنبياء إلى قصة سيدنا موسى عليه السلام، وليس القصد من سرد قصص الأنبياء أنها حواديت أو حكايات يقصد منها ملء فراغ الأوقات أو التسلي أو يعني ما يشبه ذلك، هذا والعياذ بالله هذا شر. ولكن القصد والنية من سرد قصص الأنبياء أن نتأسى، لأن الله تبارك وتعالى قال: ولقد كان في قصصهم عبرة، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذن ذكر هذا القصص من ثماره أنه يشرح الصدر ويجلي الغموم والهموم عن القلب، فيبصر بعين البصيرة قبل أن تتفتح عين البصر إليه، حتى نتأسى بهم ونعتبر بسيرهم ونقتدي بهم جميعا كقدوة وقادة وسادة أرسلهم الله هم من خير البشر للبشر، واستأمنهم على رسالاته وكتبه ودينه. لذلك ينبغي أن نتعلم ونقتدي ونتأسى بهم. لذلك قال: ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والحقيقة التي لا ينبغي أن تغيب عن عاقل أن موسى عليه السلام شاء الله أن يقضي رسالته، وقد تحدثنا معكم في ذلك، حتى جاء أجله كأي بشر، وجاء أجل أخوه سيدنا هارون عليه السلام قبله، وهما في التيه. وبعده ب3 سنوات تقريبا جاء ملك الموت عليه السلام إلى سيدنا موسى عليه السلام. وعلمنا من أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن البشر لا يخيرون عندما تأتي منيتهم، يعني فإذا جاء أجلهم يأتي ملك الموت فيقبض الروح ومعه جلوده. أما الأنبياء عليهم السلام فإن الله سبحانه يرسل سيدنا ملك الموت عليه السلام إليهم فيخيرهم: تحب نسأل الله لك أن يطول عمرك قليلا أم تقبض روحك الآن؟ يخير الأنبياء. الشاهد إن سيدنا موسى جاءه ملك الموت في صورة بشر في رواية، ودخل البيت قبل أن يدخل موسى، وكان موسى غيورا، فلما رآه لطمه ففقأ عينه، فصعد ملك الموت. خلي بالك من الكلام لأن كثير من المحدثين يقول لك إن سيدنا موسى لما الملك قال له هقبض روحك ضربه. يا إخوة، ينبغي أن يكون هناك بيان، لأن في حديث صحيح عن أبي هريرة ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن موسى فقأ عين الملك. لكن الشاهد ما السبب؟ العلماء قالوا في سببين. السبب الأول إنه ما خيروش، وأنا أستبعد كعبد مسلم قارئ هذا السبب، لأن ملك الموت لا يخطئ، وده موجود في كتب عند الطبراني وغيره.
لأن ملك الموت لا يخطئ، لأن الله في وصف الملائكة خلقوا من نور لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ما دام ربنا اداله أمر من الأول إنه يخير الأنبياء، يبقى مش هيستثني، مش من حقه، مش في إيده نستبعد دي. بقي سبب واحد، وهو أن ملك الموت جاء في صورة بشر حتى لا ينزعج، لأن لو جه في صورته الطبيعية أنت ما تقدرش ما في بشر يتحمله. ودخل بيت موسى فلما وجده، الغيرة هي التي دفعت موسى أن يفقع، دخلت هنا إزاي؟ ولم يستمع إليه. فلما صعد ملك الموت إلى الله رد الله عليه بصره وقال اذهب إلى موسى فخيره أن يضع يده على ظهر ثور، وبكل شعرة مست يداه أو يده له بها سنة كاملة. يعني كف إيد موسى كان ما شاء الله لا قوة إلا بالله، موسى كان بقوة يعني في حجم 10 ما شاء الله، اللهم صل على النبي. فيعني هيحط إيده يعني تاخد لها مثلا 2000 3000 شعراء يعيش، ثم بعد ذلك يموت، لأن الله قال كل نفس ذائقة الموت. فنزل ملك الموت عليه السلام إلى موسى عليه السلام وصنع وفعل وأطاع ما أمر به. فقال موسى لملك الموت ثم بعد أن أعيش بعدد الشعر اللي أنا إيدي هتغطيه، قال هرجع لك تاني واخد روحك. فقال إذن الآن. فقبض موسى عليه السلام وهو في التيه قبل أن يصل قومه إلى بيت المقدس. بقي معهم يوشع بن نون تلميذ نبي من الأنبياء، تلميذ سيدنا مين؟ موسى. عبر بهم وفتح الله على يوشع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس حجبت بدعاء يوشع لما دخل بيت المقدس، اقترب من مدينة بيت المقدس، كنا في ساعة صلاة العصر، وطبعا كان هيصبح يوم السبت، ويوم السبت كان أجازة عند الجماعة بتوعه، صليت على حضرة النبي، فهيصبح يقاتلوا احنا أجازة، وهو عارفهم حافظهم أكتر مننا، فخشي أن يفشل وينهزم، فسأل الله أن تحبس الشمس، هي باقي على المغرب 3 ساعات، تفضل الشمس ال3 ساعات ثابتة لغاية ما الحرب تنتهي. فقبض حبس الله الشمس حتى نصر الله يوشع ابن نون عليه السلام على العماليق وطردهم من بيت المقدس وفتح بيت المقدس. بعد ذلك جاء ما قرأناه في سورة الصافات، قول الله تبارك وتعالى وإن إلياس لمن المرسلين. إلياس اسمه كده، نبي من أنبياء بني إسرائيل، جاء بعد يوشع بن نون. وقيل إن بين، في خلافات عند العلماء، وقيل إن بين إلياس وبين يوشع بن نون كالب بن يفنى، ما اسمهاش يفنى، بعض الناس تقرأها كالب بن يفنى، كالب بن سكون الفاء، كالب ابن يفنى، وهو كان زوج أخت سيدنا موسى، كان متجوز مريم أخت موسى. صليتوا على النبي. خلينا دلوقتي مع سيدنا مين؟ إلياس. مع سيدنا مين؟ إلياس. احنا قرأنا 33 آية، آخر 8 آيات أو 9 آيات اللي احنا بنقول وإن إلياس لمن المرسلين، يبقى رسول. إذ قال لقومه بني إسرائيل ألا تتقون. ليه بقى؟ لأن سيدنا إلياس بعث في بني إسرائيل اللي كانوا في دمشق، في بلاد الشام، وعلى وجه التحديد غرب دمشق، بعلبك، وكانوا يعبدون صنم اسمه بعل، لذلك تسمى بعلبك. هقول لك ما غيروش الأسماء، ده مش موضوعنا دلوقتي، ما تدخلنيش في ملف الأسماء. صليت على حضرة النبي. ما احنا عندنا أسماء تودي النار ولسه مسمين، يعني اشمعنا دي يعني؟ صليت على حضرة النبي. فبعلبك غرب دمشق كان فيها الجماعة دول اللي سيدنا
إلياس بعث لهم وأرسل لهم، قال ألا تتقون؟ مش تخافوا من الله؟ أتدعون بعلا، يعني تسألون وتعبدون بعلا. بعل يبقى له إيه بقى؟ من غير نقطة. أتعبدون إيه؟ بعلا، الصنم بتاعكم. تذرون أحسن الخالقين، نهاية الآية، لكن الوصل أوجب. أحسن الخالقين عدي على إيه؟ على لفظ الجلالة في الآية اللي بعدها، أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فكذبوه، قالوا له أنت غلطان، أنت مش صح، زي أي حد على ضلال، زي أي حد ما عندوش علم، لأن القصة كلها في العلم يا إخوان، يا حبايب النبي محمد صلوا عليه، القصة كلها في العلم. لو إحنا عرفنا إن إحنا عبيد خلقنا زي ما ربنا قال في سورة الذاريات، كما قال تعالى في سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه علة وجودنا، ولذلك إحنا نستعجب سبحان الله إما تلاقي وقت عبادة اللي هو الواجب عليك، الواجب بتاعك. يعني لما تلاقي واحد راح المدرسة زمان وبعدين أمه تفتش في الشنطة وأبوه يفتح الشنطة يلاقي بيسموه هوم وورك، نو بروبلم، ما في مشكلة، صليت على حضرة النبي، يسموه زمان انتوا عايزين الواجب المنزلي كانوا بيسموه زمان. ليه ما كتبش الواجب؟ يقول لك هتروح المدرسة بكرة ازاي وانت ما كتبتش الواجب؟ طب ما العلم واجب، والصلوات الخمس في المسجد واجب، وبر الوالدين واجب يعني فرض، وكل أوامر الله ونواهيه واجبات. ليه ما بنعملش الواجب؟ وليه مش حاطين في دماغنا ان احنا هنتسأل عن الواجب؟ ولو خدت صفر انت عارف نتيجة الصفر ايه؟ قول النار. امال ايه؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. انت فين الواجب بتاعك؟ ايه؟ وريني انت عملت ايه. واللي هيصحح مين بقى؟ الله. لا يعرف حد، يعني ما بيجاملش حد، ليس بينه وبين اي حد لا قرابه ولا نسب، حق. ولذلك سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال للسيدة فاطمة كده، وقال لأهله، وقال لحمزة، وقال لهم كلهم اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله إيه؟ شيئا. شاهد فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. ما توحدوا الله. يبقى محضرون هنا فين؟ في النار، في جهنم. محضرون في جهنم. يبقى الحضور وكتابة الواجب هيبقى فين؟ في الفصل. الفصل ده فين؟ في جهنم. إلا عباد الله المخلصين، استثناء، أي اللي مش هيروح جهنم المخلصين. من هم المخلصون؟ ما توحدوا الله. المتقون. ألا تتقون؟ إذ قال لقومه، والتقوى زي سيدنا علي ما قال. بالله عليك لو احنا عندنا تقوى، ما توحدوا الله. واحد يخرج من الجامع وما يصليش الفرض مثلا، أو يسيب درس علم، أو يسيب أذكار، أو يسيب مقرأة، ويروح لأي سبب كان من أسباب الدنيا. يا إخوة، الدنيا زائلة زائلة زائلة. الدنيا شاهد علينا، وأعمارنا أدلة إثبات إما لنا وإما علينا. فجاهد وقاتل وحاسب وتابع واصبر واتقي. هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. إلا عباد الله المخلصين. وتركنا عليه في الآخرين، يعني خلينا قصته مخلدة يسمعها ويقرأها ويتعلم من الناس بدليل احنا بنقولها دلوقتي. وتركنا عليه في الآخرين يعني حفظنا قصته وخلدناها للناس. أو سلام على الياسين. ما قالش إلياس ليه؟ قالوا إن العرب
لا تفرق بين إلياس وإلياسين، يعني إضافة السين النون إلى السين عند العرب أمر معلوم، والقرآن نزل بلغة إيه؟ العرب. إن أنزلناه قرآنا، فإلياسين هو إلياس بإجماع العلماء. إنا كذلك نجزي المحسنين. الله يؤكد، كرر الآية دي في كل القصص اللي اتقال في سورة الصفات، مع إبراهيم ومع لوط ومع نوح ومع موسى ومع هارون، كله ربنا كرر هذه الآية. قال إيه بقى؟ إنا كذلك نجزي المحسنين. من هم المحسنون؟ ما توحدوا الله. مش سيدنا جبريل عليه السلام في حديث أبي حفص عمر في البخاري ومسلم لما جه للنبي محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم وقال له أخبرني عن الإسلام، عن الإيمان، عن الإحسان. الرسول قال له الإحسان إيه بقى؟ أن تعبد الله كأنك إيه؟ تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن إنا كذلك نجزي المحسنين، أي من يعبد الله كأنه يراه، عنده المراقبة، عنده حياة، عنده خجل، عنده خوف، عنده استحياء، عنده أدب، عنده نظام، عنده قانون، له حدود. إنا كذلك نجزي المحسنين. صليت على النبي. آخر آية شهادة من الله لإلياس على قومه إنه من عبادنا المؤمنين. إن شاء الله اللقاء القادم هنتكلم عن كالب بن يفنى، مش يفنى، ما توحدوا الله، إلى أن نصل إلى اليسع إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الجمع مرحوما والتفرق من بعده معصوما، وألا يكون بيننا أو منا شريدا أو طريدا أو من الجنة محروما. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعلنا ممن يدعوك في عرفات هذا العام. اللهم لا تحرمنا عرفات ولا تحرم علينا عرفات، ولا منى ولا مزدلفة ولا الطواف بالبيت ولا السعي ولا مناسك الحج جميعا يا رب العالمين. عباد الله، أسأل الله لكم جميعا الجنة، ولمن كان معنا وسبقنا إلى الله مات نسأل الله أن يغفر لهم جميعا وأن يرحمهم جميعا وأن يجعل قبورهم الآن روضة من رياض الجنة. ونسأل الله أن يهدي ولادنا ويعلمهم الصح والصواب ويرزقهم البر والطاعة والإحسان، وإنه يغفر لنا ويرزقنا الإخلاص ويجعلنا من أهل الصدقة والإحسان ومن أهل العطاء والإيمان. وجزاكم الله خيرا. أحبكم في الله. نصلي على النبي. نصلي على النبي. إن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد. يا عم سمعني الصلاة. إن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد. والثابت عند العلماء من كلام ابن القيم أن من يصلي على النبي يرد الله الروح على النبي، لأن الأنبياء جميعا أحياء في قبورهم، يرد الله الروح على النبي فيرد على من سلم عليه. إن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد. يصلي الله 10 على عبد يصلي على محمد، وفي 100 يصلي الله 1000 فعجل بالصلاة على محمد، وفي 100 يصلي الله 1000 فعجل بالصلاة على محمد. ولا تنسى رسول الله يوما فما أبهى الصلاة على محمد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد
صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه عدد من صلى عليه وعدد من لم يصلي عليه، وكما أمرت بالصلاة عليه، وكما تحب أن يصلى عليه، وكما ينبغي أن يصلى عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.